يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو عملت كيكة الطنجرة أو الكيكة على الغاز. هاي الكيكة كتير ناجحة وكتير سهلة. وهلأ بنسمي بالله ونبدأ الفيديو. بسم الله على بركة الله. هلأ أول شي بدي أحضر القالب. هون عندي قالب، أي قالب بتوفر عندكم. راح أدهنه بالزيت، زيت أبيض نباتي. بدهنه كتير منيح على الجوانب وعلى الحواف وعلى الأطراف، لازم يندهن كتير منيح. وبعدين رح احط عليه هيك معلقة من الطحين، وكمان بدي اوزع الطحين على كل الكيك هذا الشكل منشان الكيكة ما تلزق معنا وقت نعملها. هلا هيك جهزت القالب وحطيته على جنب. وهلا هون بجات رح احط 3/4 الكاسة سكر، 3/4 الكاسة حليب، و3 معالق من الكاكاو والمر الخام. حضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة ملح. هأخفق هيك المكونات مع بعضهم، وبعدين بدي أضيف عليهم نصف كاسة زيت أبيض نباتي، وحبلش أخلطهم على بلندر، وفيكن تعملوهن على الخلاط. هلأ هون هيك بس تقل القوام معي، صار عندي صوص شوكولا. رح يعني أخذ شوي من هذا الصوص بزبدية وحطه على جنب منشان التزيين. بعدين حضيف 3 حبات من البيض، وحارجع أخفقهم بالبلندر. مثل ما قلتلكن فيكن يعني إنه تستعملوا خلاط. هلأ بخفقهم لمدة هيك دقيقتين حتى هيك حسن إنه اختلطوا منيح. وهلأ بدي أضيف المكونات الجافة. المكونات الجافة هي كاستين طحين تقريبا، أو كاسة و3/4 طحين. هلأ أنا هون نخلته للطحين، وهلأ حأرجع أنخله مرة تانية. النخل كتير منيح منشان إنه تنفش الكيكة. يعني أنا هلأ هيك بكون نخلته لتاني مرة. مثل ما قلت لكم كاسة و3/4 من الطحين المتعدد الاستعمالات، وححط عليهم معلقة من البيكنج باودر وكمان بنخلها. هلا هيك بالسباتولا هيك رح احركهم شوي، وحارجع كمان اخفقهم بالمضرب اليدوي. هلا بضلني بخفقهم هيك لحتى احس انه كل الطحين داب وما في اي تكتلات. وهلا بالقالب اللي كنت مجهزته حبلش هيك صب الخليط. بهذا الوقت انا كنت حاطه طنجرة على الغاز فيها مي، حطيتها يعني حاطه ربع مي واستنيتها حتى تغلي. وهلا ححط الكيك، قالب الكيك بالطنجرة لازم يكون ربع مي، ما تكتره كتير منشان انه ما يطلع على الكيك. وبغطيها هاي القماشة، يعني حطيت الغطا، حطيت له قماشة هيك فوطة مطبخ، لفيته كتير منيح منشان يمتص بخار المي. وبتركها لمدة 30 دقيقة، نصف ساعة. هلا هون بعد 30 دقيقة تقريبا، هون عم بختبر الاستواء بعود خشبة. هون يعني كانت مستوية ما فيها شي، يعني انه ناشف العود الخشبة. هلا هون طلعتها، بدي اتركها تقريبا لمدة ساعة حتى تبرد، بعدين بقلبها. هلا هون بعد ساعة حقلبها على هالرجات. وهيك طلعت. هول اللي على الجوانب الطحين اللي دهناه ما بيأثر، بس ما بيأثر على الطعم. وهلأ كمان بدي اقلبها على الوجه التاني كمان. حطيت جات وراح اقلبها منشان بدي انه الوجه الاساسي انا. هيك طلعت، ولا بتخفص ولا بتعجن ولا شي. هاي الكيك كتير ناجحة، من انجح الكيكات اللي انا جربتها. وبنصحكم تجربوها، كتير ناجحة ما شاء الله، وكتير طعمتها طيبة. هلأ هون هذا الصوص الشوكولا حبلش زين فيه الكيك. هلأ فيديو من الفيديوهات شفتن انه عمي يوزعوا الشوكولا بهذا بالكفكير، فحبيت جرب، خلينا نجرب. هلأ يعني انه منيح نوعا ما، يعني بتتوزع الشوكولا، بس هون عندي الصوص الشوكولا هيك جامد شوي فكان عم يعذبني.
وكمان بيمشي الحال بالمعلقة، بس إنه لقيت إنه هي طريقة يعني عملية نوعا ما. هلأ حوزع كل صوص الشوكولا هيك بهذا الشكل، وهيك طلعت. وهلأ بدي أحطها بالبراد، يعني إنه يفضل يعني لتاني يوم. أنا هون بالليل كنت عملتها، حطيتها بالبراد ليلة كاملة. تاني نهار هون طلعتها من البراد وكان هيك جمدان صوص الشوكولا. وهلأ بدي زينها بالأناناس، وفيكن يعني تتركوها هيك على حالها ما بدها تزيين، أو تحطوا لها حبات شوكولا أو أي شي أو برش شوكولا. هلأ هون هيك رح أقطع قطعة قدامكم منشان تشوفوا يعني قوامها من قلبه. هيك طلعت. الأناناس هيك حطيته على الجوانب. وهيك طلعته هلأ حدوق كمان، وقلكن على الطعمة. للصراحة طعمتها كتير طيبة، يعني ما توقعتها تطلع هيك. كتير عجبتني، وأكيد رجع أعملها مرة تانية. بنصحكن تجربوها. الفرق بينها وبين الكيك اللي بنعمله بالفرن إنه الكيك اللي بالفرن بيطلع إنه ناشف، أما هي يعني إنه معمولة على بخار المي، فهيك بتطلع طعمتها يعني مثل المافن. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.